تخيل معايا ان عندك هدف وعشان توصل له محتاج تتسلق 100 درجة سلم، بس عند الدرجة ال20 شالتك طيارة مثلا او اي مؤثر خارجي اتدخل وخلاك فجأة على الدرجة 95. هل في الحالة دي انت من حقك تفتخر بالنصر وتحس انك حققت انجاز؟ ومش مهم بقى الطريقة، المهم انك وصلت للنتيجة وخلاص. وهل وقتها النتيجة مش هيكون ليها لازمة او طعم، ولا هتحس بالفخر بسبب انجازك ده؟ طب عايزك تتخيل معايا انك كنت عند الدرجة 100 ونفس الطيارة جت وشالتك نزلتك عند الدرجة 1. هل معنى كده ان المؤثر الخارجي هو السبب ولا انت السبب؟ فيلم الحاسة السابعة زيه زي اي فيلم يحتوي على جميع عناصر الفيلم الطبيعية جدا، من سيناريو لاخراج وتصوير وطبعا مونتاج. وخلينا اقول ان المونتاج هو واحد من اقوى عناصر فيلم الحاسة السابعة. وطبعا يبقى مخطئ جدا اللي يظن ان المونتير عبارة عن مكنة، او ان شغلانة المونتاج بتاعت الافلام ملهاش اي علاقة بالابداع، لان ده مش صحيح نهائي. دايما المونتير بيبقى ليه بصمة ويعتبر هو عنصر مهم، ومن اهم مسؤوليات المونتير هي ايقاع الفيلم، اذا كان هيبقى سريع او بطيء. ودي حاجة لا يستهان بها بالمرة، لانها تعتبر من اهم عمليات جذب المشاهد واللي تساهم بنسبة كبيرة في تركيزه معاك. والنهاردة كان لازم يبقى فيه مساحة لنجم الحلقة بتاعت النهاردة، وتحية كبيرة وخاصة لعمرو صلاح مونتير فيلم 678 وأسماء، وطبعا الحاسة السابعة. أهلا بيكم في قناة شاب قديم، والنهاردة هنتكلم عن أكتر فيلم حير صناع السينما والنقاد والجمهور من حيث جودته ومدى أهميته في السينما المصرية. النهاردة هنتكلم عن فيلم الحاسة السابعة. على مدار تاريخ السينما معروف عن الفيلم الكوميدي انه افضل وسائل الترفيه على المشاهد، وكانت الجدية والقضايا المهمة دايما من نصيب المسرح، ومن الافضل دايما انها تتناقش فيه. ولكن السينما موضوع تاني، لحد ما بيمر الزمن وبتاخد السينما مساحة كبيرة، وابتدت يتم استخدامها في الكوميديا والنقد والطرح واحيانا المواجهة بكل الطرق الممكنة. وفي مطلع القرن 21 في السينما المصرية كان في ثورة في عالم الكوميديا بالأخص، بعد وجود كم كبير من الاحتكار من وجوه معينة في السينما، واللي احنا في الحقيقة عارفينهم وبنحبهم، ولكن كنا حاسين ان خلاص كفاية قوي لحد كده. فبيظهر جيل مختلف بمواضيع مختلفة، والمميز هنا ان كل واحد فيهم عنده الستايل الخاص بيه. زي الناظر واللمبي على سبيل المثال، كان في تنوع وطاقة كبيرة للشغل، وكله على حسب طلب الجمهور طبعا. وعلى الهامش ظهر نوع جديد كده تحسه متأمرك، ملوش علاقة بيهم كلهم، ولكنه برضه مختلف، تجربة جديدة تماما. ولو انت من متابعيني بقالك فترة هتستشف من حلقاتي اني بدعم كل ما هو جديد بعيدا عن جودته، ما دامت المحاولة بإخلاص وشغف. فظهر نوع حتى غير متكرر في السينما الأمريكية، وهو الكوميديا البصرية. وفي الحقيقة هي مش جديدة قوي، بس لازم احكي لك الموضوع واشرح لك ليه اتولد الحاسة السابعة. الحاسة السابعة بشوفه مجال للتأمل في موضوع عمر الأفلام حلو قوي، يخليك تناقش وتفكر فعلا في أساليب الإنتاج والطرح السينمائي، مراجعة لمقاييس نجاح الأفلام. في الحقيقة هي معادلة صعبة من حيث إرضاء جميع الأطراف من جمهور ونقاد وكمان شباك تذاكر. نسبة تحقيق النتيجة دي ضعيفة جدا، لازم هتلاقي الفيلم وقع في حاجة منهم. الحاسة السابعة ما كانش متوقع منه خالص انه ينول اعجاب النقاد على قد ما كان متوقع انه يعجب جمهور الشباب المتابعين للسينما الاجنبية. وفي الحقيقة هو ولا عجب ده ولا عجب ده، وهنا كانت الصدمة. فشل ذريع في جميع الجهات، والسبب الأكبر من وجهة نظري إن محدش شاف الفيلم عشان يقول عليه أصلا وحش أو حلو، لأن الجمهور كان محبوس لسه في نظرية النجوم. هات النجم يعمل أي قصة بأي كلام وهو لوحده هيبيع. نظرية قديمة جدا وموجودة في السينما المصرية، ويمكن لحد النهاردة عندك النظرية دي، إن الممثل ده أكيد مش هيعمل حاجة وحشة، والممثل ده أكيد هيعمل فيلم وحش. دي من أسوأ
الحاجات اللي ممكن تحصل في الصناعة. يمكن ده اتغير عندنا من سنة ولا حاجة، من بعد ما بقينا بنشوف أفلام ومسلسلات إنتاج منصات، لأنها بتلجأ لممثلين مش معروفين قوي ولكنهم بيكونوا قد المسؤولية، زي مسلسل بالطو مثلا. وبعد كده ابتدينا نفهم إن الموضوع مش مشروط خالص، ومقاييسه معتمدة على إنك تشوف العمل أصلا. كنت قبل كده اتكلمت عن الرجل العناب في حلقة السوبر هيروز، واللي بالمناسبة لو ما كنت شفتها تقدر تشوفها من الآي اللي فوق هنا على اليمين أو على الشمال بقى، مش عارف، المهم يعني ابقى اشوفها، بس مش دلوقتي اكيد، بعد ما الحلقة دي تخلص. الجديد والغريب في الحاسة السابعة هو تصديق الابتذال. يعني هل هو سمع أغنية وطنية فعرف قيمة مصر؟ هل هو سمع أغنية الحياة حلوة فعرف قيمة الحياة؟ لأن ببساطة هنواجه الابتذال بالابتذال. خلينا نواجه الناس بالعبط ده بشكل مبالغ فيه. تعال نبتذل الابتذال بمعنى أصح، يخلي المشاهد يضحك الضحكة بتاعة الكسفة من نفسه دي. عندك كم حاجات مكررة من حب من أول نظرة، صاحب مخلص، شيء بيقلب الحياة الطبيعية وبيقلبها رأسا على عقب. وده يفكرك طبعا بمسلسل الصفارة، واللي بالمناسبة كنا عملنا عنه حلقة، لو ما كنتش شفت حلقة الصفارة برضو شوفها هتعجبك على فكرة. بس بعد ما تخلص دي، بناء كلاسيكي غير معقد تماما أو غريب ومكرر جدا، ولكن الغريب هنا إنه غير معقد. هنا بدأ الارتباك وبدأت الأسئلة. أنا يحيى المصري، أقوى لاعب كونغ فو في مصر. في كتاب أفلام ومناهج بيعرض الناقد الفني أندرو تيودور رؤية تفكيكية لمفاهيم النقد النوعي للأفلام، بيعبر فيه عن حيثيات بتكون الاتجاه في النقد، وبيعتبر حضوره ناشئا من انتماء جماعي لكثرة الأفلام المعروضة، مجرد تقسيمة نمطية بتخلي الأفلام مترتبة قدامنا بصورة نظامية. لكن في الحالة دي احنا بنفقد الطابع النقدي نفسه. عشان كده بيقول تيودور بأن النوع الفيلمي مش نوع معتمد على أدوات نظرية، إنما النوع هو اللي بنعتقده بشكل جماعي إنه موجود، إذن هو بيبقى موجود. الموضوع مش معقد خالص. واحدة من أدوات الحاسة السبعة هي تنقله من نوع إلى نوع آخر، زي ما قلت لك، قصة تقليدية كلاسيكية بأدوات معاصرة تنتمي إلى العصر الحديث أكثر من القديم. تركيب لا يخلو من البساطة في الحدث الدرامي. أما على مستوى الصورة فهي غريبة كليا، لكنها بتعبر عن شخصيات كاريكاتيرية متشربة في أبعادها بالمحلية في الأساس، قدرة خلاقة على الدمج والتوليف في طبيعة الحكاية، على الرغم من استعارة أحمد مكي بعض التفاصيل الإخراجية من مخرجين لأفلام تانية مشهورة زي What Women Want، كيل بيل وغيرهم كتير. Hubba, here he comes, looking awfully good today. شكله حلو النهارده. ولكن ده لا يعيب في شيء. نزل فيلمي فشل محدش شافه، اخدت صدمة ادتني الدنيا ظهرها وشلوت وبوكس ولطمة، مولد واتفضل محدش جوه قلبه رحمة، مش ممكن تعرف مين صاحبك بجد الا في المحنة، رجعت حياتي اسوأ من الاول، بعت العربية والميكروباص اجرته زادت شوية بمرور الوقت وده اللي ظهر في فيلم الحاسة السبعة. وعشان كده التراك اللي عمله أحمد مكي عن الفيلم كان اسمه الحاسة السبعة، كلوز انف. أكيد أنا مش بتحنك أو كده، ولكن خلينا نربط الأحداث ببعض. الحاسة السبعة كان بالنسبة لي فرصة تأملية في حاجات كتير جوه الصناعة وبره الصناعة، إذا كنت مجرد مشاهد أو حتى بتطمح إنك تكون في صناعة السينما. كل من هو ينضم لجيل الألفينات بيحب يشوف الفيلم ده بعين غير التاني، وكل واحد عنده أسبابه المختلفة. في اللي مرتبط بالقصة، وفي اللي مرتبط بالقصة اللي ورا قصة الفيلم. وهنا الحنكة في الحاسة السبعة. يمكن عشان كده الحاسة السبعة لسه عايش ما بيننا. يمكن أسلوب الحاسة السبعة الجديد هو اللي خلاه يعيش 20 سنة قدام. يمكن بعض الحاجات اللي كانت مبالغ فيها والناس بيسموها الروست أو السبامينج في الكوميديا، هل هو ده؟ يمكن. ولكن اللي أنا متأكد منه إن الحاسة السبعة كمان 50 سنة هيبقى فيلم مهم وملهم لأجيال جاية كتير، زي ما كان ملهم لناس كتير قوي مننا. وبس كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، لأن ده فعلا بيساعد.
ولو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو وتتابع كل جديد. شكرا. لأن عمري ضاع مش مدينتي بدون وداعي، ضغينتي خلتني أترك مش بإيدي الانصياع مش مشي